اسمع قدس ابونا بيقول ايه. لما تقف تقول له يا رب ملياش غيرك، يقول لك حسنا قلت. فهمتها اخيرا، اكتشفتها فعلا انه في الاول وفي الاخر مالكش غيري. مين يقعد لك 24 ساعة عينه فيك ويراقبك عشان يشبع احتياجاتك طول الوقت؟ مفيش، ولا ام ولا اب، ولا مفيش حاجة زي كده في الدنيا. انت عاوزني انا، خلاص بدل عاوزني انا، خلاص فهمت ان البني ادم مش هينفعك، يبقى وصلت للرسالة الصح، ففي استجابة على طول. حين قالت السامرية ليس لي زوج، ارتبطت بالمسيح. وحين قال المخلع ليس لي إنسان، صار المسيح مخلصه. لما تعلن أنا يا رب ملياش غيرك، يقول لك وأنا يا ابني بتاعك، وأنا حبيبي ملكك. بدل أنت بتقول لي ملياش غيرك، أنا أقول لك مسؤول عنك 100%. إنما طول ما أنت لسه بتحط عينك هنا وهنا وهنا، يبقى أنا مش قادر أكون مسؤول عنك لسه. كل البشر مستنين بشر يحل لهم مشاكلهم، يريحوهم، يسعدوهم. دي مشكلة أزلية للأسف. الصغير مستني الكبير يهتم بيه، الكبير مستني الصغير يسأل عليه، الزوج مستني مراته تريحه، الزوجة مستني جوزها يحبها، الصديق مستني صديقه يجامله، ومفيش حد عارف يريح. فكأن لسان الكل أنا ملياش حد، حتى اللي له. يكتشف في لحظة أنه مع اقتراب كل الناس، الزوجة والزوج والأولاد والأب، مش كفاية، مش مشبعين. ليه؟ هل السامرية لم يكن لها زوج؟ كان عندها بدل الزوج 5. هل المخلع ما كانش حواليه بشر؟ الحتة اللي كان قاعد فيها كانت دايما زحمة، واللي حواليه بشر وناس كتير قوي، برضه هيقول له أنا ملياش حد، لأن الناس اللي حواليا مش بتوعي، مش بيحبوني كفاية، أنا محتاج أكتر من كده كتير. ليس لي إنسان. عاوزة تقول لنا في الصيام يا ناس افهموها بقى، الإنسان مش هيشبعك، مش هيكفيك مهما كان كويس، حتى لو كان كويس. هو بتبقى بس ايه، مقدمة كده. كان عندك اب حلو، كان عندك زوج حلو، لكن ما يكفيش برضه. البير اللي جواك ما يكفيهوش ابدا المية بتاعت البني ادمين. دي بير غويطة قوي، لازم ربنا اللي يشبعها. ودي صلوة تطلع من قلب كل واحد اتكبس من الناس. ودي بقى يوميا بتحصل، يوميا بتتكبس. كل ما تحبط في الناس، وده بيحصل كتير قوي، افتكر يا رب ملياش غيرك. صلوة حلوة، يا رب انت اللي ليا، انا ملياش حد تاني، انت اللي معايا دلوقتي وبكرة وبعد بكرة. يوم ما هينسوني وابقى في القبر، او حتى هم يروحوا القبر، هتفضل انت اللي ليا، لانك انت مش بتموت وانت مش بتتغير. يا رب نقطة مية من عندك، مش المية بتاعت الدنيا، نقطة مية من اللي فيها الحب ده، فيها السلام ده، فيها الغفران ده، فيها النقاوة دي. أنا عاوزة نقطة مية من بتوعك. أنا مش عاوز أجي تاني الدنيا واجري على فلان يشجعني وفلان يطبطب عليا. أنا عاوزة من عندك أنت، أعطيني هذا الماء. كل مرة تيجي تصلي لسان حالك بتقول